الزياره الثانيه ليا في المكان ده، واللي لاحظته النهارده ان الطاقه الايجابيه اللي موجوده عند رجال الاسعاف بعد هذه الزياره لو تقدر تتحول لكهرباء هتنور مصر كلها. انا حسيت نفسي ان انا في مستشفى في انجلترا، في امريكا، في اوروبا، ونسب الشفاء اللي فيها حاجه مشرفه صراحه. يعني انا بفتخر بان انا اقول ان انا قاعد في بلدي. هيئه الاسعاف المصريه مع وزاره الصحه مع 57 فعلا ممكن تعمل حاجات كتير. انا بقول للدكتور احمد زي ما انت بتساعدنا في عربيات الاسعاف احنا تحت امرك، نقدر نساعدك في التكنولوجيا، نقدر نساعدك في الاي تي، ونقدر نستفيد من علمكم برضو. احنا طمعانين ان شاء الله ان حضرتك تتعاون معانا في تدريب الناس عندنا على الانعاش باذن الله القلبي للتمريض والاستاف عندنا. دي سيارات التدخل السريع، ممكن يبقى معدي بالصدفه بيمر على التمركزات بتاعته يلاقي حادثه كبيره مع كل امكانياته زي العربيه الكبيره بالظبط، ان هو يتدخل مع المرضى او المصابين اللي على الارض. عنده اسطوانه اكسجين وعنده الشنطه اللي فيها كل حاجه اللي ممكن على طول ينزل يتعامل بيها لغايه لما بيستخدم الجهاز بتاعه ان هو يستدعي عدد العربيات اللي هو محتاجها. اقسم بالله العظيم ان احافظ على اخلاقيات وواجبات عملي، وان اراقب الله في مهنتي، وان اصون حياه الانسان في كافه ادوارها، وباذلا وسعي في انقاذها دون النظر الى عرق او لون او دين او منفعه، والله على ما اقول شهيد. جماعه السيارات بسرعه شويه لو سمحت. جماعه السيارات يمينك من فضلك.